تفضل مشايخنا الآن ختمة الحافظين لكتاب الله عز وجل. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وأعل وارفع يا مولانا كلمتي الحق والدين. اللهم من أراد بنا وبالمسلمين خيرا فوفقه إلى كل خير، ومن أراد غير ذلك فخذه أخذ عزيز مقتدر يا رب العالمين. اللهم كن مع إخواننا في غزة، اللهم كن معهم عونا ومعينا، حافظا وناصرا وأمينا. اللهم عليك باليهود والنصارى والنصيرية فإنهم لا يعجزونك، إنهم طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، فصب عليهم يا ربنا سوط عذاب، إنك بهم لبالمرصاد. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نور على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا، وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى. نور على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا، وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى. هذا كتاب الله أعذب منهل أنعم به من مورد لمن استقى. قد صانه رب العباد بحفظه وحماه حتى لا يضيع ويخلقا. طوبى لمن حفظ الكتاب بصدره فبدا وضيئا كالنجوم تألقا، وتمثل القرآن في أخلاقه وفعاله، فيه الفؤاد تعلقا، وتلاه في جنح الدجى متدبرا، والدمع من بين الجفون ترقرقا. هذه صفات الحافظين كتابه حقا، فكن بصفاتهم متخلقا. يا حافظ القرآن رتل آيه، فالكل أنصت للتلاوة مطرقا. يا حافظ القرآن لست بحافظ حتى تكون لما حفظت مطبقا.